بالتحديث الجديد في تطبيق سناب شات أصبح يظهر الاشتراكات والإكسبلور في خانة واحدة كما يظهر أمامي هنا الأصدقاء، وهنا يظهر الاشتراكات والإكسبلور في نفس الخانة. ولكن كيف أستطيع استرجاع الشكل القديم في سناب شات؟ حتى تتمكن من معرفة ذلك تابع معي الخطوات التالية، ولكن لا تنسى إضافة لايك على هذا الفيديو. الآن انتقل إلى الإعدادات، انزل إلى الأسفل قليلا، قم بالضغط على خيار عام. الآن قم بالضغط على خيار اللغة والمنطقة. انزل إلى الأسفل قليلا، أجد أمامي هنا خيار إضافة لغة، أقوم بالضغط عليه. من خلال خانة البحث أقوم بكتابة كلمة النجدية، يظهر أمامي العربية النجدية. طبعا أقوم بالضغط على هذا الخيار. هنا أقوم بالضغط من ضمن الخيارات الظاهرة أمامي على تفضيل العربية النجدية. طبعا أنا هنا لن أقوم بالضغط على هذا الخيار لأنه سوف يتم إيقاف التسجيل. سوف أكمل لكم الخطوات اللاحقة بعد إكمال تفضيل اللغة العربية النجدية، سوف يتم إعادة تعيين اللغات من جديد. الآن أصبحت اللغة العربية النجدية هي اللغة المفضلة أو اللغة الرسمية في جهازي الآيفون. الآن أقوم بمسح تطبيق سناب شات من الخلفية، ومرة أخرى أقوم بفتح تطبيق سناب شات. تمام، الآن أصبح يظهر المتابعين في خانة منفصلة عن خانة الإكسبلور كما يظهر أمامي هنا. المتابعة تظهر في خانة منفصلة عن الإكسبلور كما يظهر أمامي، وبذلك نكون استرجعنا الشكل القديم في سناب شات. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.